السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يا اصحابي هنجيب حاجات رمضان ونوريها لكم ان شاء الله. يلا بينا نجيبها ونشوف ايه اللي هيحصل. انا جبنا اوردر كده لرمضان بقى وادوات منزليه هنشوفها مع بعض واحده واحده. هنا انا جبت الرول ده عشان نعمل بيه المطبخ بقى. الرول اهو. الفازة اللي بيتحط فيها الورد دي ليه اساس؟ دي الفازة اللي بيتحط فيها الورد. دي كده فازة كده جايبها عشان الانتريه. ده الباسكت بتاع رمضان بنعلقه كده ونحط فيه كيس ونحط فيه الزبادي. ده فانوس كده رمضان اهو. بنفتحه وبعدين نحط فيه الشمع. بيتفتح وتحط في الشمع من وده بقى ودي الكوبايات بتاعت رمضان. دي اللي هي الشفشة اللي مع الكوبايات. الشفشة والغطا بتاعه الغطا. مع الكوبايات بتاعته رمضان اهو. دي فازة التانية مش عارفة اسمها ايه. اسمها ايه اصلا؟ دي فازة كده جايبها قدام. دي هحط الاتنين في الانتريه. دي يا مامي. دي جايبها كده الشكل كده لرمضان اهو برضو. ودي فوط اهي. دي جايبها فوط للمطبخ اهي. طبعا التصوير بيحتاج حاجات اكتر من العادة. دي بتاعت الكب كيك. جبت صينية للكب كيك اهي. لا يا ماما. ودي اللي هو الطقم اللي هو الفخار دول الصواني. كل صينية كده لوحدها. جايبها بقى شغل بقى رمضان بقى. يا ماما دي اللي بتحط فيها ايه؟ دول منظم جايباه كده للدراج. هحط لهم فيهم التوك عشان ايه دي متلخبطه كده. فوديت المنظمات دي لقيتها حلوه فعملها لهم كده في الدرج. وهنوصل معاكم برضو الدرج واوريهولكم كل حاجه هوريها لكم وانا بستخدمها. وده مفرش بقى التلاجة معمول عليه بقى رمضان وكده. برضه هعمل معاكم التلاجة وبقولها لكم. وبرضه جايبه ده كده لوحده كده عشان اللي هو ايه الرز بلبن وام علي بقى والحاجات دي. برضه جايباه كده لوحده مش طعمية. لا ده طقم برضه. وجايبه منهم بقى صغير. انا ايه جبت منه صغير وجبت منه الحجم ده وجبت منه الصغير. وجبت كفر للريموت كده عشان العيال ربنا يحميهم يعني. لسه في كتير صغيرين بس قاعدة اطلعهم. دول جايبه منهم 6. الصغيرين دول جايبه منهم 6. ممكن احط فيهم رز بلبن. احط فيهم زبادي. اعمل فيهم اي حاجه. حلويات. نخش بقى على الكنافه والحاجات دي. بس هو ده كده الاوردر بتاع مرادي. وعامله برضو اوردر تاني ان شاء الله هيجي لما يجي ان شاء الله هوريهولكم. لا تكمله لرمضان بقى والشغل ده. حاجات كده جاء طالبه اوردر كبير جه منه الحبه دول ولسه هيجي الباقي. وكل حاجه من دول الاستخدام بتاعهم ان شاء الله هوريهولكم. الاستخدام بتاع كل حاجه من دي في الشقه هوريلكم وانا بستخدمها ان شاء الله. يا رب يكون الاوردر كده عجبكم. نبدأ كده ننظمه مع بعض. نصور كده شوية. ما تنسوش تعملوا لايك قبل ما نقفل.
ولو وصلت لغاية هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وفي آخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.